السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحلقة دي يا جماعة ان شاء الله هعرفكم، يعني الحلقة دي يا جماعة للمبتدئين في تربية الحمام. يا جماعة انت دلوقتي كشاب عندك 15 سنة 20 سنة، واحد كبير عندك 30 سنة مبتدئ في الحمام، وعايز تجيب مثلا مجموعة حمام مثلا 5 تجوال 10 تجوال 20 جوز، ازاي تتصرف معاهم عشان خاطر ما تجيش بعد فترة الحمام يتعب منك، عشان خاطر طبعا انت ما عندكش خبرة. ازاي تتعامل مع الحمام ده يعني عشان خاطر تستمر في المشروع، عشان خاطر يبقى عندك خبرة، وازاي انك تطور من نفسك والانواع اللي عندك دي تبيعها، ويبقى عندك انواع تانية. لو انت مثلا عايز مثلا تنش، عايز مثلا تفرغ زغاليل، انا هقول لك على كل حاجه ان شاء الله. انا طبعا يا جماعه بالنسبه لي انا حابس حمام، لان طبعا الحمام السيد ليه عيوب وليه مميزات، وطبعا الحمام اللي هو المحبوس يعني عشان خاطر انا شغلانه مانيش فاضي ان انا اقعد في الحمام، فطبعا انا باجي كل يوم من المغرب بحط لهم اكل وخلاص، انا طبعا مش فاضي لهم. طبعا اللي بينش الحمام ده طبعا بيبقى عنده وقت، يعني وقت اطول، يعني ان هو بيبقى في الحمام عشان خاطر طبعا يتحكم في الحمام، يحط لهم اكل، يشاور لهم، يدخل الحمام وكده. طبعا انت دلوقتي قررت خلاص انك عايز تربي الحمام، تمام. لازم اول حاجه لازم تجهز المكان الاول، الاوضه اللي انت هتحط فيها او الغايه اللي انت هتحط فيها الحمام. طبعا انت طبعا جهزت المكان اهو، بنيت العشه او بنيت الغيه. طبعا لازم تتاكد مليون في الميه ان انت ما يكونش عندك حشرات جوه المكان، طبعا ما يبقاش فيه صراصير ولا يكون فيه فئران ولا يكون في اي حاجه تزعج الحمام، لان طبعا لو انت جبت الحمام وطبعا وعندك مكان وعندك الحمام وفي فئران في المكان، طبعا الفئران بتعطل الحمام ان هو الدكوره خاصه بالنتيان في ان هي تبيض. لازم تتاكد ان المكان نضيف خالص، ما يكونش فيه اي حشرات ولا اي فئران ولا اي حاجه، تمام كده. طبعا جهزت المكان اهوت وجبت الحمام خلاص وحطيته فين، وحطيته في الغايه بتاعتك على حسب المكان، حسب وسع الغيه او حسب وسع العشه. جبت الحمام 5 تجواز 10 تجواز، حسب الوسع اللي عندك يعني، تمام. جبت الحمام وحطيته عندك، تمام. في حاجات لازم تعملها اول ما تحط الحمام عندك. انت طبعا جايب الحمام ده ما تعرفش هو عنده امراض ولا ما عندهوش، فانا طبعا هقول لك على جدول وقايه تعمله للحمام عشان خاطر يعني برضه يكون في عنده اسهال، يكون عنده حاجه. انا طبعا بالنسبه لي يا جماعه انا كان عندي 3 تجواز في القشه دي كلها، وما كنتش ناوي اصلا اجيب حمام دلوقتي. فطبعا في واحد زميلي قال لي انا عندي 9 تجواز، طبعا ما اعرفش اتعامل معاهم، و9 تجواز بسم الله ما شاء الله، الجمعيات كلهم شقلباز، جوز واحد شقلباز، وال8 تجواز كلهم جمعيات. انا طبعا خدتهم منه الجوز ب 100 جنيه، طبعا ما يستاهلوا اكتر من كده، لان الحمام كان تعبان وبيعمل اسهال اخضر، حمام اخضر. فطبعا الحمام كان عايز شويه علاجات عشان خاطر يشتغل عندي. فانا طبعا خدت الحمام عنده، خدت الحمام بسعر حنين شويه عشان خاطر العلاجات. فطبعا هو اشترى حمام وكان حابب الحمام، فطبعا هو باعه عشان خاطر ما يعملش جدول وقايه للحمام. طبعا اول ما جاب الحمام يوم في الثاني في الثالث، بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد شهر، الحمام تعب منه وكان هيموت. يعني لو ما كانش باعه الواحد زي عنده خبره في الحمام وبيعرف يعالج الحمام كان مات من عنده خالص وما كانش هيشتغل اصلا. فانا طبعا خدت الحمام من عنده الحمد لله وعالجته الحمد لله خلاص، والحمام بدا بعد ما اتعالج بدا الذكر يخصب النتايه، والحمام ان شاء الله الحمد لله يعني هيشتغل خلاص اهوت. طبعا انت اول ما بتجيب الحمام عندك في العشه وتتاكد ان العشه تمام 100%، طبعا اول حاجه بتعملها بتجيب رافع مناعه من الصيدليه اسمه اميولانت. اهيت يا جماعه شكل العلبه اهيت، اميولانت اهيت يا جماعه. بس معلش بس الكلمه بس مكتوبه بالانجليزي، مش عارف هي مكتوبه عندكم ازاي. اهيت يا جماعه الاميولانت اهيت، سعرها بالظبط سعرها 23 جنيه ونص. بس هي بسم الله ما شاء الله يا جماعه رافع مناعه بصراحه حلو قوي للحمام. اول ما تجيب الحمام وتحط الحمام عندك في العشه لازم تستخدم الاميولانت ده لمده 10 ايام ورا بعض متتاليه. يعني الجرعه اللي هتحطها على الميه، كل لتر ميه هتحط عليه 5 سم. يعني لو انت عندك السقايه كبيره و2 مثلا لتر، هتحط على كل لتر
5 سم، يعني الاتنين اللتر 10 سم. تمام كده يا جماعه، اتمنى تكون المعلومه وصلت. الاميولانت اهوت يا جماعه، اهوت ده يا جماعه شكل العلبه ب 23 جنيه ونص. تمام. بعد ما تستخدم الاميولانت رافع المناعه، طبعا انت بتستخدم الاميولانت ده ليه؟ عشان خاطر برضك ليه اسباب. طبعا الحمام عندك لو جبته طبعا وعنده امراض ولا حاجه بتبقى مناعته ضعيفه، فانت بتحط الاميولانت ده عشان خاطر تقوي مناعته. تمام كده لمده 10 ايام. بعد ما تستخدم الاميولانت ده ال 10 ايام بتستخدم الفلاجيل. بعدها على طول بعد ال 10 ايام ما يخلصوا بتاع الاميولانت بتحط مباشره الفلاجيل يا جماعه لمده 3 ايام او 5 ايام، مفيش يعني عادي. يعني لو العلبه مثلا خلصت معاك لمده 3 ايام على حسب كميه الحمل اللي عندك. لو انت عندك مثلا حمام حبه صغيرين هتحط 5 ايام. عندك مثلا الحمام كتير والعلبه خلصت منك بعد 3 ايام برضك مفيش مشكله. تمام. بس في حاجه يا جماعه، الفلاجيل ده بيشيل في حاجه يا جماعه في الحمام اسمها بكتيريا نافعه وبكتيريا ضاره. البكتيريا النافعه احنا عايزينها في الحمام، البكتيريا الضاره دي اللي احنا عايزينها، عايزين الفلاجيل يقتلها. طبعا الفلاجيل ده مشكلته ان هو بيشيل البكتيريا الضاره والنافعه، بيشيل الاثنين. تمام كده. عشان خاطر بقى نرجع البكتيريا النافعه تاني بنجيب خميره من السوبر ماركت، اي خميره سواء اقراص او فوريه، اي خميره. تمام كده، اي خميره. بعد ما مباشره على طول خلصت الفلاجيل تحط على طول خميره لمده برضه 3 أو 5 ايام. برضه حطي 5 ايام مش عادي، الخميره كويسه جدا وفيها فيتامينات. الخميره بقى بعد ما بتحطها بعد الفلاجيل الخميره بترجع البكتيريا النافعه تاني. فتمام كده. فاحنا كده بسم الله ما شاء الله استفدنا برفع المناعه الاول وبعدين حطينا فلاجيل. الفلاجيل ده يا جماعه مطهر معوي، احنا بنحطه على طول بعد الاميولانت. الفلاجيل ده يا جماعه مطهر معوي عشان خاطر الحمام عندك لو عنده اي امراض الفلاجيل مطهر معوي بيطهر اي حاجه في امعاء في امعاء فرد الحمام. تمام كده. بعد ما تخلص الفلاجيل وتحط الخميره الفوريه على طول لمده 5 ايام خلاص كده ما تعملش حاجه تاني. لو انت بعد ما حطيت الخميره لاحظت حاجه عن الحمام، يعني البراز بتاع الحمام لقيته اخضر بعد ما حطيت الخميره ب5 ايام، تصبر 3 ايام بالظبط. بعد ما تحط الخميره 5 ايام حط لهم بقى ميه عاديه عادي، تصبر بعدها ب5 ايام. لو لقيت الحمام البراز بتاعه لونه اخضر بعدها باسبوع تاني تكرر نفس تحط الاميولانت تاني لمده 10 ايام وبعدين الفلاجيل 5 ايام وبعدين الخميره 5 ايام. يا جماعه في حاجه ملحوظه عايز اقولها، لازما بعد الفلاجيل 5 ايام لازما مباشره على طول ما تحطش ميه عاديه، مباشره على طول لازما تحط الخميره الفوريه او خميره الاقراص. لازم تحط خميره، لازم، لا غنى عنها، لان انت ما حطيتش خميره الفلاجيل بيشيل البكتيريا النافعه والضاره، ممكن الحمام ما يشتغلش معاك. لازم بعد الفلاجيل الخميره. تمام كده خلاص يا جماعه. ان شاء الله بعد الحاجه ديت بعد ما تحط المره الاولانيه الاميولانت والفلاجيل والخميره ان شاء الله الحمام معاك هيكون حلو. افترضنا بعدها ب5 ايام لقيت البراز لسه شكله اخضر عنده اسهال، هتعدي 10 ايام وتكرر تاني نفس الحاجه. اميولانت فلاجيل خميره وان شاء الله الحمام معاك هيبقى 10/10 ومش هيبقى عنده اي امراض. خلاص كده تمام. دلوقتي خلاص خلصنا، هنخش بقى على الانواع كمبتدئ حمام. ايه الانواع اللي انت ممكن تربيها، وايه الحمام اللي مناعته الحمام اللي مناعته قويه وتستخدم معاك الطقس سواء في الصيف او في الشتاء. الحمام كمبتدئ يعني لازم برضك مش هيبقى عندك خبره، فايه الحمام اللي يستحمل معاك. طبعا يا جماعه اكتر حمام يستحمل معانا اكتر حمام هو الحمام البلدي يا جماعه كمبتدئ. الحمام البلدي هو اكتر حمام بيستحمل معانا اهوت يا جماعه. الحمام البلدي بسم الله ما شاء الله رخيص، هيستحمل، مناعته قويه، الحمام مناعته قويه. تمام. ده اكتر حاجه ممكن تربيه الحمام البلدي، ويجي بعده الحمام الجمعيه. هما الاثنين يعتبر قريبين من بعض، بس الحمام الجمعيه بيبقى اغلى شويه طبعا على حسب مستواه. طبعا في حمام بسباق وفي كده يعني. الحمام الجمعيه طبعا في حمام اغلى
بيجي بالالوفات. في حمام جمعيه بيبقى شعبي بيبقى ب 150 جنيه 200 كده يعني. طبعا يا جماعه الحمام البلدي اهوت طبعا سعره دلوقتي حاليا، المشكله يا جماعه ان سعر الحمام البلدي دلوقتي الزغاليل نفس ثمن الحمام الكبير، يعني السعر كله بيتراوح من 100 ل 120 جنيه على حسب حسب حجم الحمام. انت لو رحت اي سوبر، انت لو رحت السوق عشان خاطر تجيب جوز زغاليل ضعيف شويه تلاقيه ب 100، حلو شويه كده وكويس ب 120 جنيه. وكذلك برضو الحماميه ديت لو معاها ذكر وانا هبيعهم ب 120 جنيه، عشان بسم الله ما شاء الله يا جماعه زي ما انتم شايفين كده جسمها كويس، جسمها كويس يا جماعه. طبعا خلاص عرفنا السعر كده، الحمام البلدي سعره من 100 ل 120 جنيه تمام، عشان خاطر لما تنزل السوق. وفي حمام ممكن لما تنزل سوق المحله، انا طبعا يا جماعه بالمناسبه انا من كفر الشيخ تمام، لما تنزل السوق ممكن تلاقي 60 ب 70، بس انا بصراحه ما انصحكمش تنزلوا السوق، لان طبعا مفيش واحد هيبقى عنده حمام شغال هيبيعهولك من الاخر. انا بس بعرفك كده، انت تشتري حمام من مين؟ يعني واحد مسافر، واحد بيصب وعايز يبيع حمامه، تبقى عارف من بلدك، من البلد اللي انت فيها، بتبقى كده يعني يبقى عنده ظروف وعايز يبيع الحمام كده بس، فهو مضطر انه يبيع الحمام، فانت تشتري منه حتى لو هيبيع 20 جوز هاتهم منه، لانه بيبيعهم عشان عنده ظروف. تمام كده يا جماعه، خلاص عرفنا ان الحمام البلدي سعره من 100 ل 120 جنيه. انا هقول لكم على الحاجات يا جماعه اللي بتستحمل. وطبعا يا جماعه دلوقتي كمان معانا حمام جمعيه يا جماعه اهو، بسم الله ما شاء الله. انا حبيت اجيب لكم الشكل ده. انا عندي حمام ازرق جمعيه، وعندي حمام بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كويسه. فطبعا انا جبت اللون ده لان طبعا الجمعيه برضو يا جماعه، لان الفرد ده بسم الله ما شاء الله حجمه كويس يا جماعه. طبعا زي ما انا قلت لكم يا جماعه الحمام اللي معايا ده الجمعيه الفرد ده ونتايته انا شاروهم ب 90 جنيه يا جماعه، شاروهم ب 100 جنيه، يعني عشان خاطر كان عندهم مشاكل اللي هم كانوا بيعملوا حمام اخضر، فانا عالجتهم كده. انا جبتهم طبعا علاج ب 200 جنيه يا جماعه، اميولانت وفلاجيل وخميره وقرار. طبعا يا جماعه اللي عايز يتابعني يا جماعه، طبعا انا عامل فيديوهات، الفيديوهين او الثلاثه اللي عدوا يا جماعه، انا طبعا كنت عامل جدول وقايه، واللي عايز يا جماعه يعرف انا عملت ايه شوف يا جماعه الفيديوهات اللي عدت اهوت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله اهوت. الجمعيه برضو يا جماعه من الحمام اللي هو مناخته برضو كويسه وبيستحمل، بس هو غالي شويه. اذا كان البلد ب 120، طبعا دلوقتي الجمعيه دلوقتي بتروح من 150 ل 200 جنيه، من 150 ل 200 جنيه. يعني الحمام اللي هو اقل حاجه خالص اللي هو الشعبي خالص ب 150، وانت طالع بقى 200 250 300 لحد تعدي الوفات كمان، يعني اللي هو السباك بقى والحاجات اللي هي الكبيره دي اهوت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. حاجه طبعا يا جماعه انا جايب الحمام ده عشان خاطر الاكل بس فقط لا غير، انا ما يزدنيش ان انا ابيع حمام من وراه. انا جايب الحمام ده للاكل، عشان خاطر كده جبت جمعيه من اللي هو حجمه كبير شويه، عشان خاطر اخد من وراهم جزء زغليل يملى العين كده اهوت يا جماعه. ده ذكر اهوت جايب لكم كمان ذكر دلوقتي بقى ابيض اهوت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اهوت ذكر يا جماعه جمعيه اهوت يا جماعه ذكر جمعيه بسم الله ما شاء الله. والحمام كله يعني الذكر اللي عندك كان كبير شويه في السن، ده يا جماعه مش كبير، يعتبر مزغط يعني مرتين ثلاثه اهوت، مش كبير ولا حاجه بسم الله ما شاء الله. وبرضك حجمه جميل جدا. انا طبعا يا جماعه خدتهم منه والله العظيم، انا كنت عايز اجيب حمام دلوقتي، اجيب حمام في اخر 10 كده او في بدايه شهر 11 تمام. بس والله العظيم انا رحت عند صاحبي، يعني لقيت الحمام عنده اللي انا جبته ده يعني حمام، يعني لو كان فضل عنده سنه لقدام ما كانش هيشتغل. الحمام كان تعبان وصحته تعبانه وكان في النازل. انا جبت له بقى ميلانت بقى وفلاجيل مطهر معه وخميره وظبطته يا جماعه، ولسه كمان يا جماعه هظبطه باذن الله. لسه بقى ان شاء الله يا جماعه هحط لهم ملح كمان. الملح يا جماعه برضو ليه فايده يا جماعه جميله جدا. لو الحمام جواه ديدان ولا حاجه الملح بيقتل الديدان. طبعا يا جماعه ان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو عن الملح، لو بيتحط على الميه ولا على الاكل ان شاء الله هعمل لكم فيديو يعني. بصوا يا جماعه على الجمال، بصوا يا جماعه على الحجم، بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني حاجه تملى العين بصراحه
اهوت يا جماعه. تاني حاجه يا جماعه الجمعيه مناحته قويه برضك. بعد ايه هو والدرد يعتبر واحد، بس الجمعيه غالي شويه. ديت يا جماعه انتاج رزليايه بصراحه، هي مش عارف هي مالها كده ضعيفه لكن بالرغم ان هي قدامها. طبعا يا جماعه النتايه ديت جايه لي من بره بصراحه، يعني عشان خاطر اكون معاكم صريح، هي جايه لي من بره. طبعا صاحبها يعني مش عارف كان قاطع من جناحها. شوف شكله كده كده اصلا متجزجس اهوت، في واحده من الجزجسه اهيت بالمقص. يعني هي بصراحه مش عارف هي جايه لي من بره، بس انا طبعا عرفت هي جايه منين، صاحبها مين، ورحت خدتها ورحت له وقلت له ديت جايه لي من عندك، تمام. قلت له انت عايزها؟ قال لي هي بتاعتي ماشي. فقلت له ان هي هتلزمني. فطبعا اديت له حقها بصراحه، يعني عشان خاطر برضك يعني ايه الحرام برضك، عشان خاطر برضك ربنا ايه يبارك لي فيها. اديت له حقها وخدتها. كمان برضك يا جماعه الحمام برضك الشقلباط بسم الله ما شاء الله، هو برضك مناعته كويسه يا جماعه. وفي حاجه يا جماعه كمان اللي بيحمي الحمام ده بالذات، ان هو في ميزه مش في اي حمام، ان هو يا جماعه الريش بتاعه فيش، الشعر بتاعه كثيف فيش. هو الحمام الوحيد اللي فيه ريش، فيه ريش كتير قوي. فهو اصلا بالرغم ان هو صغير، بس اللي حاميه في فصل الشتاء ان هو الشعر بتاعه الريش بتاعه كتير، فهو حامي عن جسمه يعني عن الامراض وكده، تمام. هو اصلا الحماميه اصلا بطبعها كده حمامه كده شيك كده وشكلها حلو، تمام. هي اصلا الحمام الشقرباز بالذات كل ما يكون صغير في الحجم كل ما يكون كويس، وسعره ومستواه بيكون كويسين. دي طبعا يا جماعه النتايه هوريكم الذكر دلوقتي بتاعها. طبعا يا جماعه الذكر اهوت بسم الله ما شاء الله. بص اهوت مش بقصة بقى برنيطة. الفرق يا جماعة للجماعة المبتدئين برضك، الفرق بين القصة والبرنيطة، القصة بيبقوا يعني ايه نص البرنيطة، بيبقوا بس شعرتين تلاتة بس وهنا كده واقفين، شعرتين تلاتة واقفين. لكن البرنيطة بتبقى واخدة دماغه كله، شعر واقف في دماغه كله زي دي كده، دي اسمها برنيطة، تمام كده. اهوت يا جماعة الدخل بتاعها. الحمام الشقرباز برضك يا جماعه بيتراوح برضك سعره زي الحمام برضك الجمعيه برضك من 150 جنيه برضك، ومناعته حلوه. انا طبعا يا جماعه بجيب لكم الحمام اللي هو الرخيص، مش الرخيص بس، اللي مناعته كويسه برضك وبيستحمل، مناعته كويسه وبيستحمل فصل الصيف وفصل الشتاء. طبعا يا جماعه كمان الاميولانت اللي قلت لكم عليه من شويه ده يا جماعه برضك لازم تستخدمه. وهو الاميولانت والفلاجيل الاميولانت والفلاجيل والخميره لازم برضك تستخدمهم في تغيير الفصول. يعني انت مثلا في الصيف احنا مثلا داخلين، احنا مثلا في الصيف اهو وداخلين على فصل الشتاء، تحط الجرعه دي، تحط الوقايه دي الامبولانت 10 ايام، وبعدين فلاجيل 5، وبعدين الخميره 5. وبالعكس صحيح في الشتاء وداخلين فصل الصيف تحط برضك ال10 وال10 امبولانت و10 ايام امبولانت و5 فلاجيل و5 خميره، تمام كده. عشان خاطر برضك تحافظ برضك على برضك صحه الحمام. لان طبعا يا جماعه تغيير الفصول احنا كبشر ما بنستحملهوش، ما بالك بقى من طير زي ده. يعني برضك مهما كان برضك ليه مناعه وبيطيروا كل حاجه، بس برضك ما بيستحملش. فاحنا برضك الوقايه خير من العلاج. انت برضك يعني برضك احنا ده برضك داخلين على فصل الشتاء، لازما يعني يكون عندك اي حاجه مفتوحه كده لازما تغطيها. وبرضك يا جماعه في حاجه في الصيف او في الشتاء ما ينفعش تفتح باب وشباك جوه البعض، او شباكين جوه البعض، او بيبان جوه البعض. يعني الهواء اللي يخش من هنا وهنا ما يجابلوش بعض كده، لان ده اكبر غلط. لازم تخلي الباب هنا مثلا والشباك ورا هناك كده، او الشباك هنا وباب كده، يعني ما ينفعش الاتنين جوه بعض كده. خلاص كده يا جماعه. اتمنى منكم يا جماعه بالله عليكم، يعني انا عايز اي حد بس يتابع الفيديو لحد الاخر عشان خاطر ما عشان خاطر يتعلم من الكلام اللي انا بقوله لحد الاخر، يعني يشوف المعلومات يشوف المعلومات كلها. طبعا يا جماعه الحمام الشقرباز برضك بيستحمل، وبرضك سعره برضك بيتراوح برضك من 150. وفي حمام طبعا بيبقى اهوت يا جماعه في شرابه اهوت. طبعا يا جماعه في حاجه برضك عايز اقول لكم عليها،
في فرق بين شراب وسراويل. الشراب اللي هو الصغير ده، السروال بقى اللي هو الايه الكبير، يكون فيه شعر، يكون فيه ريش كبير، ده اسمه الايه السروال. طبعا الجوز زي ده شعبي ب 150 جنيه. اخر حاجه معانا يا جماعه اهيت، ده طبعا يعني ايه حاجه مختلفه بقى شويه عن التانيين، تمام. ده ذكر كراكندي ومعاه تيبته طبعا. بس انا طبعا ايه بحب اجيب الديكور 10 عليه عشان خاطر بتبقى حجمها كبيره شويه عن ايه عن النوتي، تمام كده. ده ذكر كراكندي ومعاه تيب. طبعا الجوز ده شعبي، تمام كده. طبعا الجوز ده برضك يعني ايه من الحمام اللي هو مناعته ضعيفه شويه عن الحمام التاني. يعني ده ايه، ده طبعا يا جماعه من الحمام اسمه الحمام الشوامه، حمام شوامه. يعني مثلا اللي هو الحمام العبسي برضك، الحمام الحلبي، الحمام الكركندي. طبعا الحاجات دي كلها بتبقى الديل بتاعها بيبقى طويل. طبعا الحمام العبسي بيبقى كله اسود، تمام. ويعني ايه وفي ديل ايه هنا كده، ايه هنا ديل كده ابيض. والحمام اللي ايه الحلبي بيبقى احمر برضه، بيبقى طويل برضه. ايه نفس الثلاث حاجات دول بيبقى ايه حجمهم طويل كده، بيبقى الديل بتوعهم طويل، الكركندي والعبسي والحلبي. طبعا الحاجات ديت بقى من الحاجات بقى اللي هي مناعتها بتبقى ضعيفه شويه، تمام. انت بقى عايز تجيب حاجه من ديت، تمام. ماشي مش مشكله، بس ما انصحكش تجيبها في الاول. يعني زي ما قلت لك تجيب حمام اللي انا قلت لك عليه دي من الاول، اللي هو البلدي، الجمعيه، بلدي جمعيه شقلباز. الحاجات دي كويسه في البدايه، حاجات مناعتها قويه، تمام. بس زي ما قلت لك برضك مهما كان برضك مناعتها قويه، لازما زي ما قلت لك الجدول الوقائي اللي انا قلت لك عليه، تمام كده يا جماعه. طبعا يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه اخيره عشان خاطر اقفل معاكم بقى الفيديو. طبعا الجوز الحامي انت بتجيبه، تمام. جوز الحمام بيقعد على البيض 16 17 يوم وساعات 15، تمام كده. بيطلع الزغاليل الاهالي بتصغط الزغاليل تحتها لمده 10 ايام، بتديلهم لبن. سبحان الله كده يا جماعه، لبن، بتديلهم لبن، تمام. بعد كده بايه بتديلهم اكل، بيبقى غايب مثلا بيبقى غايب مثلا في حصرتهم لمده 10 دقايق وتهضم شويه. فبتاكل برضك زغاليلها برضك اكل برضك من ده لمده 5 ايام او اسبوع. بعد كده بقى لمده مثلا بيبقى عندهم مثلا 16 يوم 17 يوم بتاكلهم بقى حبوب بقى من اللي هو الحبوب بقى من اللي هي الكامله، يعني اللي هو الذره العوجه، اللي هو الذره الصفراء، اكل كامل يعني بتاكله وتديهم لهم مباشر. طبعا الحمام بيعتمد على نفسه، الزغاليل بتعتمد على نفسها بعد شهر بالظبط يا جماعه. بعد شهر الحمام الزغاليل بتنزل بقى تبدا تاكل مع الاهالي. وساعات كده بعد المره كده الاهالي بتزق لهم يعني بتاكلهم يعني برضك مساعده يعني مع الاكل. اتمنى منكم يا جماعه بالله عليكم، انا عارف ان الفيديو النهارده طول شويه، طول خالص يعني. اول مره بصراحه يا جماعه اغيب، اصلا الفيديو ده اول مره اغيب كده. بالله عليكم يا جماعه اللي شاهد الفيديو لحد دلوقتي ما يبخلش عليا بالاشتراك يا جماعه، بالله عليكم. بالله عليكم يا جماعه، انا بشوف المشاهدات بسم الله ما شاء الله كويسه. واللايك يا جماعه عندي من اهم اي حاجه. اللايك عندي يا جماعه بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من الناس اللي بيشاهدوا الفيديو بتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.